دكتور، يعني ايه بطانة رحم مهاجرة؟ وليه خلتوها مهاجرة؟ وهل ليها أي أضرار على السيدة ولا لأ؟ بص يا محمد، بطالة رحم المهاجرة ديت من الأمراض اللي بتمثل رعب للعيانة وللدكتور، لأن هي من العمليات الصعبة جدا لو هي احتاجت تدخل جراحي. وبالنسبة للعيانة برضو ألم شديد، طول الشهر بيزيد جدا مع الدورة الشهرية، مدمر حياتها، مش عارفة تعيش بيه. طبعا في تنوع ما بين درجة الألم ما بين واحدة والتانية. يعني ايه بطانة مهاجرة؟ بطانة مهاجرة دي باختصار النسيج بتاع بطانة الرحم اللي بينزل الدورة الشهرية، بدل ما هو جوه توجيه الرحم مقفول عليه انتشر لبره. سببه ايه؟ ملوش سبب طبي. فاللي بتسأل عن سبب البطانة المهاجرة ايه مش هتلاقي إجابة واضحة، لأن كل الكلام اللي اتقال فيها نظريات تشرح سبب وجود البتاع ده، بس ما فيش حاجة قالت ايه السبب. هي موجودة بره الرحم، ايه سبب وجودها الله أعلم. المهم إن في أنسجة من بطانة الرحم اللي هي بتفرز دورة شهرية موجودة بره الرحم، فمع الدورة الشهرية الأنسجة دي بتفرز دم دورة شهرية بره الرحم، تفرزه في الحوض، تفرزه في البثانة، تمرزه في المبيض، تعمل أكياس شوكولاتة. ففي دم بيطلع من بره الرحم، دم دورة شهرية بره الرحم. دي عشان كده سموها بطانة مهاجرة، إن هي خرجت من تجويف الرحم. دي طبعا مشاكلها إنها بتسبب ألم مزمن في الحوض، ألم شديدة جدا، مع بعض الحالات بتسبب تأخر حمل، مع بعض الحالات بتسبب ضعف مخزون مبيض. فلازم حالات بطانة مهاجرة من الحالات اللي بتحتاج رعاية خاصة وتشخيص كويس عشان نقدر نحدد طريقة التدخل المناسبة بالنسبة لها ايه.